اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. ازيكم يا احبابي في الدنيا؟ ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحه وسعاده وسلامه يا رب العالمين. شوفوا بقى وقت ما كانت الاسعار نزلت شويه بتاع الفراخ، كانت وقتها صراحه كانت 59 و58. تاني يوم نزلت ايه ل 56 و54 و53. يعني قلت هجيبها بقى اما ترخص كده. فعلى ما جيت اجيبها لقيتها رفعت خالص. فوالدتي امي قالت لي ايه، بما ان الفراخ نزلت بقى اليومين دول كانت 59، وتاني يوم جبتها لاختي كانت ب58، وجبت واحده ليا برضه على 8. واحده كانت والدتي اللي جابت لي، قالت لي خدي هاتلك واحده واختك واحده. فهي جبت لها 2 على 59. وجبت لنا تاني يوم 2 على ايه 58. فالمهم ايه ان انا جبت لها، وقالت لي انا عايزاك اما تجيبيها تعملي لي ايه، تقطعها لي تعملي لي بانيه منها وتعملي ايه للشويه، اعملها يعني ايه كده يعني ايه، تظبطها لي تقطيع يعني. قلت لها حاضر. المهم جبتها قبل ما اروح لانها بلد وانا بلد. جبتها قبلها بيوم. جبت لها 2. المهم جبتهم قطعتهم وظبطتهم. هي ما شاء الله تسلم ايديها اللي بتنضفهم، بتاخديهم تنقعيهم ممكن. هي بتنقعهم لك كمان، بس انا جبتهم نقعتهم طبعا بمحلول النقع بتاعها بملح ودقيق وجنزبيل وسكر وكده، وطلعتهم صفيتهم وقطعتهم زي ما انتوا شفتوا، وعملت منهم بانيه. وعملت منهم ايه وراك كده انها تتشوي كده. عملت صراحه تتبيله واحده بس، ما قسمتها حطيت لي بتاع المشويات اللي وراك للمشويات، بهارات خلطه مشويات، انما دي للبانيه. دي خلطه البانيه، فزودت المشويات بتاع مشويات مش اكتر من كده. حطيت بصل وطماطم وعندي شويه لبن حطيتهم. والبهارات المشكله بقى اللي عندك احطيها، بابريكا وكركم وفلفل اسمر وكمون، وبهارات فراخ اللي انت عايزه حطيه. المهم هي كانت بتقول هاتي يومها يعني ايه ان اجيب الفراخ كلها، فصراحه ما جبتش الا تاني يوم. وانا رايحه جبت لاختي اللي انها صبحه، خدتها عملت على طول. وبتاعها عملتهم لها في اكياس اهوت وتبلتهم وايه وقسمتهم في كيس صغيره كده. يعني قسمت دول ايه صدرين، فرختين بتاع فرختين وكده، قسمتهم لها على 3 اكياس، اللي وراك برضو تقريبا على 3. وحطيتهم في الفريزر من بالليل، وخدتهم ايه وانا ماشيه الصبح. بس قمت الصبح بدري شويه على ما اروح، كنت رايحه الساعه 8:30 اجيب. ما شاء الله ما شاء الله لقيتها خلصت، لحقت واحده بالعافيه يومها يعني. فالمهم ايه ان انا اروح قلت ايه ده هجيب لي فرختين بقى احسن يا مرخص كده. اما جيت اجيب لقيتها ايه ب62 تاني يوم على طول. يعني ما بقي فرق يعني، شفت من كده 54 ل62، يعني 8 جنيه مرة واحدة. الله المستعان. فقلت بقى بظروفها. المهم روحنا بقى. طبعا انا لما بروح ببقى في العبايه بتاعتي، بفضل صراحه بقى طول الشويه اللي هقعدهم. ففي اليوم ده لازم نغير، فخدت من عندها اسدال بتاعها اسدال كده. لبسته طبعا بقى فسيخ ورنج وايه بقى من حاجات من اللي قلبك يحبها. جبت الرنجة جبناها كانت ايه متلجة، فحاولت ان انا اسيبها شوية وهديت عليها خالص. حطيت حاجة كده بتاعتهم هما بيعملوا بيشوفوها السمك الصينية ديت، وهديت ايه حطيت رنجة وهديت عليه. جبت بقى الفسيخ القمر ده. مرات اخويا مش بتحبه، قلت له بتقرف منه مش عارفه، قلت لها خلاص خليكي بعيدة انت كده. انا عملت الرنجة حطيتها على البوتاجاز، وجبت الفسيخ. هي بتحب الرنجة ماشي اوكي. انا جبت الفسيخ بقى ونضفته كويس قوي اللي ياكل منه. انا بحب ده العشق يا جدعان. حد بيحبش الفسيخ ده؟ تفهميش اساسا يعني. قاعد ما مش عارفه ما تحبوش طب براحتك ما تاكلوش احسن وفر كيس. المهم هي كانت رنجه واحنا كنا ايه فسيخ، وظبطته كده وغسلته ونضفته خالص. وحطيت الرنجه بقى في سرفيس كده. هي دي قطعت البصل، عملت بقى بصل. طبعا الاكله دي عايزه البصل. وكان جنبها حاجات من بتاع الفطار الصبح، بتنجان وفلفل وبطاطس ومش عارف ايه. وما شاء الله. تعالوا اتفضلوا معانا يا احلى عيله في الدنيا. حطوا لايك واشتركوا في القناه وفعلوا زر الجرس يا احلى عيله في الدنيا. اهو الاكل بتاعنا البصل، وكان في بطاطس وبتنجان وحاجات من دي بتاع الصبح كده. مع السلامه. بعشق الفسيخ، مين بيعشقه زي يا جدعان؟